لو في مليم اتحول من ساعة ما جيت أنا لغاية النهاردة لإسرائيل أو لغير إسرائيل، عايز أروح محكمة الجنايات. لكن لو طلع كذاب أضربه بالجزمة في قلب بيته. كلام واضح. لا يزايد أحد على وطنية مرتضى منصور ولا زمان. تاني كلام واضح. هسيب دلوقتي ورقة تفويض وده حقي القانوني عشان تعرفين سير الحسابات إلى البنك المركزي. لو في مليم اتحول إلى بنك إسرائيلي من ساعة ما جه لغاية النهارده يبقى هو راجل صادق وعايزين نروح كلنا محكمة الجنايات. لكن لو طلع كذاب حقير مش هضربه الا بجزمتي في بيته. عايز اقول لمحمد امين سرقت مصر، سرقت اراضي مصر. ده مرتضى منصور اللي ضرب السفير الاسرائيلي بالجزمه في قضيه عزام.